القاعدة بتقول ايه؟ لو عايزين حد يتكلم معانا ونشجعه كده انه يدخل في الحوار معانا، لازم نخليه يتكلم الاول عن نفسه. يعني لو عايزة جوزك يتكلم معاكي والقعدة والاجازة ما تبقاش مملة، خليه يتكلم هو عن نفسه الاول. مسكيه الميكروفون كده حضرتك، طلعيه على المسرح، خليه هو اللي يتكلم عن نفسه. يعني لما تخشي اسأليه اسئلة تخصه هو. عامل ايه؟ طمني عليك، انت تعبت قوي في الشغل الفترة اللي فاتت؟ الحمد لله ان الاجازة جت عشان ترتاح. انت بجد الفترة اللي فاتت تعبت قوي معانا وفي شغلك. بس كده هيحس ان هو متقدر، هيحس ان هو مسموع، هيتحمس ان هو يدخل ويتكلم. هتلاقيه بيرد عليكي، انا فعلا الفترة اللي فاتت تعبت قوي، بس انا حسيت كده ان انا بتكلم وانا مسموع، وانا مراتي مهتمية بيا، وهكذا. بس الغلطة اللي الستات بتعملها انها بتتكلم عن نفسها هي. يعني تدخل على جوزها تقول له انجازاتها هي، شفت انا عملت ايه والنهارده ونضفت وعملت والعيال والطبيخ اللي طبخته ومش عارف ايه. فهنا انت مش بتحمسيه ان هو يتكلم. هو يعني كل اللي هيقدر عليه انه ممكن يبص لك ويقول لك الله يعينك معلش. هلاقي بقى الستات ست الكل هتقول لي طب هو انا يعني ايه احمسه انه يتكلم وانا هتكلم امتى؟ هقول لك برضو القاعده بتقول اللي عايز حاجه بيقدمها الاول هياخدها بعد كده. عايزه حاجه قدميها هتترد لك تاني. بمعنى ان انت لما تدخلي تقولي له انت عامل ايه وطمني عليك وصحتك ومش عارف ايه، طبيعي هو بعد ما يخلص ويرد ويشبع عنده حته انه حكى واتكلم واتسمع، طبيعي اللاوعي عنده بيرفلكت بيعكس، فبيقول لك ايه؟ ها وانتي بقى عامله ايه؟ طمنيني عليكي. ده طبيعي. احنا حتى لما بنبعت لحد رساله بنقول له ها عامل ايه النهارده؟ نمت كويس؟ هيقول لك ويسكت. بيقول لك الحمد لله. وانتي؟ انت اكلت كويس؟ وانتي؟ طبيعي. ده ذوقيا الراجل الطبيعي السوي هيعمل كده. بس انا في الاول بديله. ده طبيعي في الدنيا كلها يا جماعه، بننفق من الحاجه اللي احنا عايزينها. بتدي من الحاجه اللي انت نفسك فيها، هتلاقيها بتترد لك. فاهمين قصدي؟ تاني حاجه عشان الاجازه ما تبقاش ممله، ارجوكوا غيروا روتين، كسر روتين. ما ينفعش احنا نفضل قاعدين متنحين قدام التلفزيون ونقول احنا ليه ما بنتكلمش؟ ما فيش حاجه جديده بتحصل. احنا حرقنا كل المواضيع، اتكلمنا في كل حاجه. اكلمك عن شغلي، ما انا خلاص اتكلمنا. اكلمك عن امي، ما انا عارف رايك في امي، فخلينا ساكتين بدل ما تقولي كلمه مش عارف ايه. احنا اتكلمنا في كل حاجه وعارفين راي بعض في كل حاجه. طب نعمل ايه بقى؟ نخلق حاجه جديده، ننزل نتمشى، نسافر. الاسعار والدنيا يا سيدي، ما بقولكش روح باريس، ما بقولكش سافر يا سيدي، انزل اتمشى على الكورنيش، هاتوا كوزين دور. يا وكوز الذره بقى بكام؟ يا فاكر زمان لما نزلنا كان بكام؟ هنلاقي ان احنا عاملين نتكلم عن الناس اللي رايحه واللي جايه، وبص المكان ده حلو. يا الاسعار غليت قوي. هنلاقي ان احنا بناخد صور، هنلاقي ان احنا بنخلق ذكريات جديده في الخروجه دي وبنرجع نتكلم عليها. فاهمين قصدي؟ الخلاصه ان انا اغير، ما افضلش قاعد ومتنح واقول ايه ده، هو الاجازه ممله، ايه الروتين ده؟ طب ما احنا نعمل اي حاجه نكسره ولو باقل التكاليف.